السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار جديد وفيديو جديد ووصفة جديدة كيف ما كتشوفوا معايا. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم التاكوس يعني بالدجاج في الدار. صراحة وصفة اللي سهلة واي واحد يقدر يوجدها، ولهذا اليوم كنت غنشارك معكم الطريقة ديالي ديال التاكوس. الا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة فمرحبا بكم والف مرحبا، ولا كنتم من الناس القدام اللي دائما مسانديني ومشجعيني فكنعطيكم واحد التحيه من قلبي وكنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى المسانده ديالكم. اذا بسم الله على بركه الله غندوز المقادير. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا الصدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغارين، عندي واحد البصله حتى هي مقطعه صغيره. بالنسبه للتوابل عندي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا سكنجبر، شويه الخرقوم، شويه الفلفل الاحمر، التحميره وشويه ديال الابزار. وهنايا طبعا غنحتاجو بطاطا مقليه، ضروري غنحتاجو بطاطا مقليه غنقليو يعني البطاطا. وهنايا الورق ديال الطاكوس، وكذلك غنحتاجو ديك لي صوص. ايوا صافي، يعني هنايا غنشبرو واحد المقله، غنعملو كلشي هنايا مباشره. كيف ما شفتوا معايا عملت البصله، عملت الدجاج، ممكن تعوضوه بلا داند، ممكن انكم تعملوا بالكفته، ممكن تعملوا ميكس دجاج والكفته. هنا الاقتراح ديال اليوم فقط غير بالدجاج. وكنعمل ديك العطريه ديالي كامله. طبعا غنعملوا شويه ديال الملح، ماشي بزاف، غيكون عندنا لي صوص يعني ضروري واحد شويه ديال الملح. شويه عاود ديال زيت المائده فاش غنشحرو، قطرات من الحامض، واحد شويه ديال الحامض يعني الليمون، يعني غير شويه. وغنضيف واحد شويه ديال القزبور والمعدنوس مخلط، غير شويه، هذا اختياري اللي ما بغاش ما يعملوش. صافي، وكنعمل كلشي على النار وكنخلي كلشي يتشحر حتى كيطيب لينا ديك الدجاج ديالنا. على هاد الطريقه هذه شوفوا كنخليوه كيتشحر مزيان حتى كيوجد معنا. وهنايا كيف ما شفتوا كنقليو البطاطا ديالنا، ها البطاطا ديالنا كتقلى صافي. ومن بعد ما وجد لينا عاود الدجاج ديالنا، ها هو كيف ما كتشوفوا حتى كيبقى عايف ديك الزويته ديالو. وهنا البطاطا عندنا عاوتاني مقليه كنخليوها حتى هي على جنب. وصافي، ولي صوص من هنا عندي مايونيز، صوص الجيريان، عندي هاد الجبن هذا طرانشيتيز. ودابا صافي وصلنا للمرحله ديال باش غنمونطي، وكنعملو في الاول ديك الصوص الجيريان واحد شويه في الاول، عاود كنضيفو شويه المايونيز. لي صوص اختياريه، ممكن تعملوا اي صوص كتفضلوا نتوما ممكن تعملوها. اللي بغى يتفادى صوص الجيريان حيت كتكون حاره ممكن يعمل صوص اندلس. المهم لي صوص كيبقاو اختياريين، ولا عملوا غير شويه ما تكتروش. صافي كنعمل ديك لي صوص، كنعمل الدجاج، كنعمل بطاطا، وهنايا في الاخير غنضيف ديك الجبن. يعني بالنسبه كاين اللي كيبغي يسبق الجبن، غنشارك معكم الشكل الاخر كنسبق فيه الجبن. كل واحد يعني يعني الطريقه كل واحد كيبغي يعمل اللي بغا. صافي غنعملوا هاد الشرائح ديال الجبن، صراحه هما اللي كيعطيو واحد اللذه لهاد التاكوس. وباقي نشارك معكم الا بغيتو صوص فخوماج حتى هي كتجي رائعه الصراحه في لي تاكوس، كتجي شي حاجه يعني سبيسيال. صوص فخوماج كتجي مزيونه، ان شاء الله في شي فيديو نشاركها معكم. كتستخدم بزاف الاستعمالات، ولكن في التاكوس صراحه كتجي رائعه. صافي كنعاود معكم مره اخرى، غنعمل هذاك صوص الجيريان. صافي، وكنزيد عاود شويه ديال المايونيز، شويه شويه. كذلك غنضيفو ديك القطع ديال الدجاج اللي عندنا مشحر. وهنايا غنسبق الجبن، عاد غنعمل بطاطا. يعني الصراحه كلشي تيجيو يعني كيف ما عملتي كيجي مزيان. كاين اللي كيسبق الجبن في يعني هو الاول،
المهم كيف ما عملتيه هو هذاك، المهم هي البنه. نتوما عارفين الطاكوس كيعجبوش الطاكوس، وخصوصا الوليدات الطاكوس ما كرهوش ياكلوه يوميا. يخرجوا الزنقه خصهم الطاكوس في الدار، خصهم الطاكوس. ايوا مره بنادم يوجد لهم الحاجات في الدار. صافي يعني كنطويو، يعني الطويه ديال الطاكوس معروفه، الجميع كيعرف يعدل الطاكوس. فقط بعض المرات يعني كنبغيو نشاركو معكم الافكار ديالنا فقط للمبتدئات، كيف حنا كنتعلموا من الناس كيتعلموا منا وحنا ماشيين. صافي من بعد ما طويناهم كاملين كنعملوهم يطيبوا في ديك الآلة البانيني على هذا الشكل هذا، حتى دغيا كيوجدوا معنا. هنايا هنايا بغيت نقطع، ولكن سخون لواحد الدرجه، خصك راه ما قدرتش نقطعو، كان سخون بزاف، ما قدرتش حتى نحادي. ايوا خصك ضروري تقطعو هو سخون، ولكن كان سخون. نتمنى يبان لكم مزيان ويعجبكم ويكون كيشهي. هنايا غنشارك معكم هاد الشلاضه، ما كنتش غنشاركها معكم صراحه كما كنا كنوريكم. ها تما طريفه ديال الجعده، تما الزيتون، طريفه ديال البطاطا، وهاد النوع ديال المقرونيه وبيضات محكوكين. هاد النوع ديال المقرونيه صراحه تيجي مزيون في هاد الشلاضه، انا كتعجبني بزاف. قلت علاش لا، كنت هي عاملاها مع الطاكوس، قلت راه نشاركها معكم. صافي هنايا كنضيف واحد العلبه ديال الطون. صراحه كتجي مزيونه هاد الشلاضه، وبزاف د المرات كيف ما شفتوها هيدا كنزيد نقطع معها الخيار والخس ومطيشه، كتجي واعره البنات، خصوصا في الصيف كتحمق هاد الشلاضه بلا ما تعملوا ليها المايونيز، كتجي واعره بزاف. ولا كان عندكم الذره عاود كتزيدوها، انا توفرت بداكشي اللي كان عندي. صراحه كتجي مزيونه، غير هيدا كتجي مزيونه، تعمل معاها غير شويه د المليحه وشويه ديال الخل وشويه ديال الزيت. هنايا نقسمها على جوج، علاش يعني هاد النص غنعملو للعيال بغاو المايونيز، انا كنبغي نتفادى ديك المايونيز، ما كنبغيش نعملها بزاف، واخا راه كتعجبنا. صافي هنا غنعمل للعيال المايونيز في ديك النص ديال الشلاضه. كتجي مزيونه الصراحه. صافي والنصف الاخر نتوما تشوفوا شنو غنعمل معاه بالنسبه ليا انا وحتى الزوج ديالي، وهذه غير العيال. وصافي عملت لهم هيدا، واخا راه ما كيبغيوش ديك الجعده اي خيزو، راه ما كيبغيوهاش، ولكن كنعمل لهم غير شويه باش ياكلوه مع في الشلاضه. النصف الاخر كيف ما كتشوفوا معايا زدت معاهم البصيله. هاد البصله الصراحه كتعطي واحد المذاق رائع، عارفين العيال ما غاديش يبغيو لي البصله. وحتى لافوكا كزدت معاها، يعني لافوكا صراحه جات واعره وبزاف. يعني هذا كاقتراح وصافي. يعني هما ملي ما بغاوش ياكلوا العيد حتى لافوكا ما كيبغيوهاش العيال في العصير قليل، فاش تيبغيو ما كتعجبهمش، ما عرفتش علاش. دابا عارفين نتوما ذوقت لافوكا موجوده، يعني نعملوها هيدا في العصائر، في الشلاضه، بزاف الحاجات نخدمو يعني لافوكا في الشلايط صراحه كتجي مزيونه، خصوصا في هاد الشلاضه. صافي هاد لافوكا نعصر عليها واحد شويه ديال الحامض كيف ما كتشوفوا معايا. نتمنى تجربوا هاد الشلاضه الصراحه، راه كتجي رائعه ومزيونه، وبالاخص انا بحال هاد الشلايض هادو كيعجبوني نتعشى بهم وصافي، كتعجبني بزاف. هيدا في العشاء طويسه صغير، هيدا الا كليتي الشلاضه صافي الله يخلف الله يجعل البركه. دابا هيدا مثلا بغيتو تزيدو عليها المايونيز كتزيدو عليها المايونيز، بغيتو بلا مايونيز بلا مايونيز صراحه كتجي مزيونه، غير بديك الحامض اللي عملت وصافي كتجي صراحه مزيونه. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، الصراحه كتجي غايه في الروعه. نتمنى تعجبكم، نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، والاقتراحات اللي اقترحت معكم خليو لي في التعليق هاد الشلاضه واش كتعجبكم ولا لا، واش تبقى لكم كتعملوها ولا لا. وهذا هو الطاكوس ديالنا، الطاكوس المنزلي. هادو لي صوص. ايوا صافي الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو. كنشكركم بزاف على التعاليق المزيونه ديالكم، ولو وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنسونيش من واحد التعليق، ولا شفتوا الفيديو كيستحق حتى بارطاج. شكرا لكم، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، والى فيديو اخر باذن الله.
نشكركم مرة أخرى على الدعم ديالكم، على المساندة، وعلى التعاليق المزيونة ديالكم. راني كنشوفها وراني كنرد عليكم، وضروري كنعاونوا بعضياتنا بالمشاهدة الكاملة. هذا نداء لصحاب القنوات، راه كيف ما كنشوف لكم المشاهدة كاملة حتى نتوما راه واجب عليكم تعملوا معنا المشاهدة الكاملة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.